السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. ويلا بينا كده بريفيو جديد عن التوتي باج. دي شنطة الترند جدا اللي الكل دلوقتي لازم يجيبها، ومفيش بنت ومفيش مدام ومفيش اي حد ما جابهاش. فانا دلوقتي قلنا كده افرقوا على المجموعة اللي انا جبتها من شي ان، ومجموعة تانية او شنطتين تانيين جبتها من على بيج عادي، يعني انتاج مصري. والشنطة حقيقي حلوة جدا مش وحشة. نبدأ كده بأول شنطة. دي الشنطة دي أنا جبتها من شي ان، دي مربعة تمام، خامتها عالية جدا. تنفع بقى تحطي هنا الموبايل، تحطي فيها حاجات كتير لو الفلوس، او لو انتي مثلا عايزة تلبسيها كروس. كل الشنط معاها حزام طويل غير الحزام القصير او الايد القصيرة اللي هي موجودة فيها. طبعا بتتميز او بتشتهر الشنط دي بان هي طويلة تمام، يعني تحطي فيها اللي انت عايزاه. راحه بقى الجامعه تحطي كتب، راحه شغلك تحطي حاجتك. في بنات صغيرين بياخدوها عشان الدروس كمان، تحطي الكتب وبتاع. لو الاطفال عندهم، بس ما اعتقدش انها تنفع قوي للاطفال، يعني في شنط تانية باشكال تانية صغيره بقى اصغر تنفع للاطفال. بس دي تنفع يعني من اول سن المراهقه لحد بقى لو انتي بتروحي شغلك، بتروحي مشاوير، بتبقي عايزه تاخدي فيها حاجات كتير. على فكره برضو تنفع لو انتي مثلا بتحطي معاكي بيبي صغنن مثلا، وبتحطي في شنطتك حاجات كتيرة عشانه، تنفع جدا. دي بقى كانت الانتاج المصري، والحقيقة ان هي عجبتني جدا عشان شكلها جديد، شكلها مش زي اي شنطة تانية. يعني الدارج في الشنط ان هي تبقى المستطيلة او المربعة، لا دي جاية بشكل بيضاوي، في نفس الوقت بتاخد حاجات كتيرة. دلوقتي هفتحها لكم هنشوفها. هي عميقة من جوه، يعني تحط فيها حاجات كتيرة. تقفيلها عجبني جدا، شكلها وخامتها حلوين. برضو معاها الحزام الطويل، تتلبس كروس او تتلبس زي ما انتي عايزة. روشة قوي للي بيحبوا يعني يجيبوا الترند بشكل مختلف. عجبتني، وده كان شكل منها، وده كان شكل تاني منها مكتوب عليه بقى بكوري او صيني مش عارفة، او يعني عليه كده علامة تدل على دولة الصين. بس برضو عجبتني، تاخد حاجات كتيرة، مش تاخد، يعني انا كنت فاكراها ان هي اصغر من كده، وكنت فاكراها ان هي ما تاخدش حاجات كتيرة. لا طلعت كبيرة وطلعت تاخد حاجات كتيرة، والشكل بتاعها جديد وعجبني قوي قوي. ده شكل تاني من بقى شي ان. مجموعة شي ان كلها انا جبتها غامقة، جبتها لون اسود. الوحيدة اللي كانت فاتحة اللي هي كانت الانتاج المصري اللي انا وريتها لكم اخر صورة دي على طول. دي بشكل مختلف، مرسوم عليها كده دبدوب من بره، برضو شكلها حلو وجميل، وتاخد حاجات كتيرة، ومعاها برضو نفس الحزام. يعني باختصار حاجة شي ان لما تحبوا تجيبوا الشنط دي من على شي ان، هنصحكم نصيحة لوجه الله، ما تجيبوش الحاجات الرخيصة. ممكن تلاقوا اشكال زي بعض، بس في فرق بين الاسعار بتاعتها على الابليكيشن. دي بتبقى فرق خامات، فما تجيبوش الحاجات الرخيصة عشان ما تصدموش لما تجيبوا الخامة. الشنط اللي انا جبتها من على شي ان دي ما كانتش رخيصة. يعني شنطة مثلا بالمصري في حدود 170 180، وكان في حاجات تانية ب100 حاجة و40. تمام. دول كويسين، دول خامتهم حلوة وكويسة. وحتى الطباعة اللي معمولة عليهم معمولة كويس جدا، ان هي ما تطلعش على طول. خامتهم متينة، يعني لو حطيتي كتب تقيلة فيها هتستحمل. تمام. فعشان كده بقول لكم يعني ما تفرحوش ان السعر رخيص فيها فتجيبوا الرخيص عشان هو رخيص، لا خالص. حاولوا تجيبوا السعر المتوسط او السعر الكويس فيها، اللي ما يبقاش عالي قوي وفي نفس الوقت ما يبقاش رخيص قوي، عشان تبقوا متأكدين ان الخامة بتاعتها كويسة. دي عموما كده كانت المجموعة اللي انا جبتها، وده كان ريفيو النهاردة عن التوتي باج المشهورة جدا والترند الفظيع. حبيت افرجكم على كذا شكل منها، وعلى كمان الانتاج المصري اللي فعلا عجبني جدا، وخلاني بجد فخورة ان فعلا الحاجة دي تكون مصري، بالطباعة اللي معمولة عليه وبالفينش بتاعته وبالشكل الجديد او بالابتكار في الشكل الجديد بتاعها. استنوا مني كل يوم ريفيو مختلف، وان شاء الله كده افيدكم بحاجات كتيرة قوي 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 قوي. انا بحبكم، ولو لسه اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي سبسكرايب. يلا باي باي.